بزاف منا كنبداو شي حاجه وما تنكملوهاش، كنبدا مراجعه ما تنكملهاش، كنبدا شي برنامج ما تنكملوش الى غير ذلك. السؤال المطروح هنايا علاش ما كتكملش شي مهمه بديتيها؟ اول حاجه السبب هو انك ما كتقدرش، او لا حنا كاملين يعني ماشي غير انت ولا انتي، ما كنقدروش نفهموا باللي حنايا هاد المجهود اللي حنا كنديروه، هاد الخدمه اللي حنا كنديروها راه عندها واحد التأثير وواحد النتيجه على المدى البعيد. يعني ماشي غادي نبدا اليوم مثلا، غادي اليوم غادي نبدا نتعلم لونجلي، غدا صافي غادي نطير فيها وغادي نولي بحالي بحال شي ميريكاني. النجاح تيجي تدريجيا ماشي دقه وحده. لكن الانسان صراحه بالطبع ديالنا حنايا تنبغيو الحاجات اللي عندهم واحد النتائج سريعه او لا لحظيه، ولكن مع الاسف هاد الحوايج اللي تيكون عندهم نتائج لحظيه ولا نتائج سريعه غالبا ما تيكونوا شي حاجه خايبين. مثلا التدخين، تتكمي توصل لواحد النتيجه دغيا في هذيك اللحظه، دماغك تيترفع. مثلا ماكلة الزنقه الا بديت كناكلها فضل يوميا، فضل في السيمانه غادي تربح لك واحد 3 4 الكيلوغرامات ناضجين هكا تيديروا، داكشي غتكون مشحم. يعني دغيا تنوصلوا لهاد الامور اللي هما خايبين. ولكن الحوايج اللي تيكون عندهم واحد الهدف قيم غالبا ما كيديو واحد الوقت، وغالبا ما اصلا هادوك النتائج ديالهم اللحظيه تيكونوا خايبين. العكس عاوتاني تيكون مؤلمين، كيعيوك اولا كيكونوا مملين. نعطيكم ابسط مثال. مثلا بغيت ندير واحد الريجيم، ما يمكنش نبداه اليوم وغدا غادي نقص 10 كيلو، ما يمكنش. مثلا تنبدا الريجيم اليوم تيضرني راسي، كنحاشاكم تنبغي نتقيا، تندوخ، ما تنقدرش. ولكن مع واحد الاستمرار صافي داكشي تيولي عادي وتنبدا تنقص الكيلويات اللي انايا بغيتهم. نفس الحاجه حتى في المراجعات ديالتكم، في تعلم اللغه الانجليزيه، اولا في اي حاجه بغيتو تحققوها في حياتكم. خصكم تعرفوا ان الاستمرار هو اللي تيخلي ديك النتيجه تكون مبهره. اذا دابا السؤال كيفاش غنخلي راسي نكمل شي حاجه بديتها؟ اول حاجه خصك دابا تستوعب وتفهم باللي النتيجه ديال هاد الخدمه ديالتك اللي كدير دابا والعمل ديالك الجاد اللي غادي تبقى تديرو راه غادي يخصو واحد المده كبيره باش توصل لذاك الهدف. مثلا بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه، مثلا تفهم الدروس ديالك الباك اللغه الانجليزيه، هذه خصك ما بين شهرين حتى ل4 اشهر. هذيك القضيه ديال كيف تتعلم اللغه الانجليزيه في 5 ايام راه لا اساس لها من الصحه. تاني حاجه، ضروري ندير واحد البرنامج، ما نمشيش بواحد العشوائيه. ديما خاص يكون عندي واحد البروغرام اللي غادي نمشي به. وافضل طريقه اللي انا غادي نبغي نصحكم بها هو داك التخطيط الاسبوعي. وفي الاخر ديال هذا الفيديو انا غنبارطاجي معكم واحد الصفحه في في قناه الانستغرام غادي يكون فيها التخطيط الاسبوعي، تقدروا تامبريميوه الا بغيتوا. هذه في النهايه، وفي النهايه ديال كل نهار في هذاك التخطيط الاسبوعي ديالك كل نهار غادي تكتب شنو درتي. انا هذا النهار كملت فيه المهام ديالي كاملين. فاش كتكمل المهام ديالك كاملين وكتقول انا ساليت كلشي داكشي اللي قلت غنديرو اليوم درتو، تيخليك فريمون تكون فخور براسك وتكون فخور بداكشي اللي درتيه، وتيضمن ليك بواحد النسبه كبيره انك تستمر، ماشي الا بقيتي خدامه بواحد العشوائيه. ثالث حاجه، ما تخدمش بوحدك، ما تكونش بوحدك في هذه المسيره هذه وفي هذا المشوار. دير واحد المجموعه مع اصحابك اللي ما كتعداش ما بين 2 حتى 4. الا كثرتي راه غادي يولي سوق اسبوعي هذاك. باش هاد الجروب هذا غادي تكونوا تتشاركوا فيها المهام ديال الاسبوع ديالكم، غادي تتبعوا الانجازات ديالكم، غادي تشجعوا بعضياتكم. مثلا في البروغرام ديالكم الاسبوعي درتوا ان نهار الاثنين خاصني نخدم مثلا الدرس ديال باسيف فويس. جا صاحبك كتب لكم في ذاك النهار انا راني خدمت الدرس ديال باسيف فويس، انا فهمته، صاوبت التمارين جاوني كلهم صحاح. اشنو درتو نتوما؟ الا انت ما خدمتيهش وعكزتي عليه مثلا في هذاك النهار، فاش غتشوف صاحبك قال لك هكاك حتى انت غتحمس، ما غترضاش، غتقول شنو باش هو احسن مني باش يفهموا انا ما نفهمش، حتى داك الدرس بربي حتى غنفهمو. وكتمشيو وكتخدموا حتى نتايا. يعني فاش كتخدموا بمجموعات كتشجعوا بعضياتكم اكثر فاش كتكون خدام بوحدك. رابع حاجه، حنا مادام كنهضروا دابا في القرايه، الا غادي نقول لكم انه ضروري خاصكم تتبعوا مراجع، سواء مثلا اساتذه اللي هما موثوقين في السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك او لا يوتيوب، لكم الاختيار. او لا
كتب اللي فيهم دروس والتمارين باش تخدموا بهم، يعني ضروري خاص يكون عندكم واحد المرجع، ما نخدمش غير هكاك. وخامس حاجه، حاولوا انكم تفهموا ريوسكم. يعني كيفاش؟ يعني تكون عارف شنو هو النقاط ديال الضعف ديالك، تكون عارف شنو هما النقاط ديال القوه ديالك، باش مثلا فاش تنكون انا فاهم راسي تنعرف مزيان الطريقه اللي غنخدم بها. صافي. وسادس حاجه اللي هي ما نضغطوش، من اهم حاجه ما تضغطش على راسك، ما تضغطش على راسك بزاف اكثر من القياس، لان شحال من واحد تيسحاب ليه الا ضغط على راسو بزاف اكثر من اللازم غادي يوصل دغيا، ولكن غالبا كتكون واحد النتيجه اللي هي عكسيه. اذا غادي تفرقوا المهام ديالكم في الاسبوع كما قلت لكم من قبل، كل نهار غادي تعطي لراسك مهام اللي هي منطقيه باش تديرها. يعني مثلا راه شي حاجه غير منطقيه انني نقول اليوم غادي نفهم 2 دروس في المات، وجوج دروس في لونجلي، وجوج دروس في الاس في تي، وجوج دروس في البي سي، وجوج دروس في اولا 2 محاور مثلا في الفلسفه. راه دماغك غيتصوطى، انت كاملك غتصوطى وما غتكملش لا دوك المهام ديال داك النهار، لا المهام ديال غدا، لا المهام ديال هذا الاسبوع، لا ديال هذا الشهر، لا ديال هذا العام اصلا. يعني نحاول انني نعطي واحد البروغرام بشكل منطقي، وما فيها باس مره نرتاح، ماشي ما فيها باس، وضروري مره نرتاح ليا واحد شويه، نخرج مع صحابي، نلعب كره، ندير شوبين، وزيد. وسابع حاجه هي عفاكم تجنبوا البرفكشنزم. شنو هي البرفكشنزم؟ المثاليه. راه ما يمكنش شي واحد يجيب 20 على 20 في الباك، تقدر تجيب 14 15 16 13 اولا 12، هادو كلهم نقاط زوينين وحسن بزاف من 3 ولا 4 اولا نو ادمي. واخيرا النتيجه اللي بغيتيها راه باينه، الطريق اللي غدوز منها حتى هي باينه. السؤال واش انت كاين؟ واش باغي بعدا تدوز من هاد الطريق هادي؟ واش باغي توصل؟ واش باغي تنجح؟ الا كان الجواب ديالك يلا اش كتسنى؟ بدا من اليوم.